نضطر نرجع مرة ثانية للمربع. بعدين هو ثقته فيك، ثقته انه يشارك بالمجتمع، بيقول لك بدا يعني يصير عنده من الاحباطات. انا بتصور اليوم احبطنا كثير من هؤلاء الشباب للاسف بيعطينا، لانه ما كان عندنا بعد استراتيجي وتخطيط فكري انه هذه القاعده اللي بلشنا نكونها نبني عليها. لو بنينا عليها انا اعتقد الوضع كان احسن بعد بالكويت. حملتك الانتخابيه دكتوره ب 2006 كان شعارها نعم نقدر. شعار مميز، انا اذكر يعني كنت جدا معجب بحمل، انا يعني حسي الاعلامي بهالجانب استانس على الحملات الاعلاميه المميزه، كنت من الاكثر تميزا، كان شعارك ايضا له رنه، شنو قصه هالشعار؟ نعم نقدر. نقدر نفوز بالانتخابات؟ ان شاء الله. فيها الفكره كانت انا وايد يعني مع الفريق اللي المتطوعين من الشباب فيها، انه كنت كثير حريصه انه لما انا بالنسبه لي العمليه الانتخابيه ليس بس انزل الانتخابات واطلع، فيها ثقافي. وعندي قناعه مثل ما قلت لك في تلوث بالناخب كيف يستخدم الصوت. انت لازم تيجي توعي، في عمليه توعويه فيها، وبدي اطرح شيء بالمجتمع. وكانت القضيه تعرف حل مجلس الامه في احباط كبير بالمجتمع، الناس فاقد الامل فيها. كان جزء من القضيه انه انا كان بدي شعار يعكس انه لا في امل وما لازم تفقد الامل. كان عندي فكره انه لازم كلنا نتعاون ونعمل من اجل تحقيق هدفنا. كان عندي فكر انه عندنا قضايا معينه نبي نوصلها ونحققها، اللي كانت البرنامج الانتخابي في هالاطار. كان عندي فكره انه ابي الشعار اللي بعد فيه انه الوطن لا يمكن ان ينمو بدونك. بس جزء من هذه المنظومه. نعم بدي هذا. طبعا الفريق اجى بشعارات مختلفه. يوم بتشوف شعار تقليدي بس ما بيعطيك الدفع، لانه كان بدي شيء يدفع المواطن الكويتي عدم فقد الامل بالوطن. بس بدي اياه بقوي اكثر، لانه شفت هذا الهوب، الامل عم بيروح منا. ومع انه لدينا القدرات ولدينا الامكانيات، بس بدنا خط طريق. اول مره انعرضت علينا واخذنا تقريبا شو اسبوع 10 ايام من وقت ندور الهيدا. كانوا يقولوا لي خلص اي شعار يطلع، قلت لهم لا، ما هو الشعار بده يعكسنا، هو الاساس بده يعكس انه نحن كيف بدنا نجمع هالمواطنين وشوف ان الناخبين يعرفوا نحن وين رايحين. طلع اول مره اجاني شو 70 80 شعارات، كلهم حس فيهم شيء ناقص. ونقول الفرق، الى واحد من الشباب دق على اخوي بالليل الساعه 12:30 1 بالليل، قال له انا حصلتها، بتصور الدكتوره حتحب الشعر. قال له شو؟ كانت للكويت نقدر. اخوي دق علي بالليل قال لي حصلنا شعار، بس ما حاحكيكي هلا بالتفاصيل عشانه بالمنتصف الليل، بس باكر نعتمد ونخلص خلاص الساعه 8:30 ما تعملي ارتباطات، بدنا نروح نجتمع الفريق. قلت له خلاص. فتنا لما شفت للكويت نقدر قلت ذس از ات، بس بدون للكويت، لانه نحن نقدر في عندنا امال وطموح كله حيصب للكويت بالضبط، بس عندنا قضايا فرديه. مستوى المعيشه، مستوى المعيشي ما يصير تحسين مستوى المعيشه للكويت نقدر، بس نقدر نحسن مستوى معيشتنا. فهي كلمه جامعه وفيها الدفع، وقلت مختصره وفيها تفوت لقلب المواطن الكويتي. هيدا هي ما فاتت بس ورسخت عند الناخب، اعتقد فاتت على قلوب الاطفال. واصبحوا الناس يكررونها الى الان. مثلا اخ ساجد بكون بالمطارات، هذيك المره كنت بمطار جاي من قطر للكويت، احد الاسر الكويتيه كان معهم ابنائهم جايين بالطياره، واحد من الاولاد كان عم بيأشر لابوه، دكتور ما نقدر سلمت على الاطفال ولا شغله هيك. احد الاطفال كانوا بوقت الحملات الانتخابيه، بعض البنات اللي عمرهم 6 سنين و7 سنين كانوا يجروا جداتهم، نبي نروح عند رولا نقدر فيها. انا اعتقد عطت دفعه فيها، بس لخصت ماذا نريد بالضبط من أن نعمل فيها، مو أنه هو مركزنا بنوصل له ونوقف. خلينا نسأل سؤال دكتور مرتبط بأيام شجن الانتخابات وشيء أثير، واعتقد أنت أكيد تناقشتوه أثناء الحملة.
مساله لهجتك اللبنانيه كان لها تاثير على حظوظك بالانتخابات؟ يبدو لي كان لها نوع من تخدم من خصومك يمكن في الانتخابات. سولفي لنا عنه بكل بالطبع. أريحية. استخدم من خصومي. أنا والدتي لبنانية. نعم. وعشت معظم حياتي بلبنان ودرست بأمريكا يعني قبل ما أرجع الكويت. اكتسبت اللهجة اللبنانية أكثر من الكويتية بهالإطار، كون إنه ما عشت كثير بالكويت غير هم كانوا غريبين الكويتيين يحبون اللهجة اللبنانية، لكن لما جت بنتهم تحكي لبناني قال لا ما نعطيها الصوت. فمفارقة هو لا شك إنه طلع بالحملات الانتخابية مثل بكل الحملات الانتخابية على اللهجة اللبنانية. نعم. مسجات فيها نوع من الدعابة يعني فيها بالإنترنت. طبعا أنا أحترم رأي المواطن كيف بيقرر. آخر اليوم أنت بدك تمثل شخص بالضبط. شلون بيصنف التمثيل تبعه هو رأيه. يمكن اللي أنا المعايير اللي صنف فيها من يمثلني غير المعايير اللي أنت بتختارها، وهذا ولازم تحترم قناعاتهم. طبعا في فئة من المجتمع بحسوا إنه عدم تكلمك اللهجة يعني أنت مو وطني. أنا عندي قناعة إنه الوطنية لا تقاس لا بلهجة ولا بملبس. يعني اليوم أنت بتلبس بدلة ما بتلبس دشداشي لا يعني أن أنت مو وطني. أنت أكثر كويتية من الآخر. أنت تريد أن تشوف هل هذا الشخص، أنا بالنسبة لي هل هذا الشخص قادر أنه يحقق تطلعاتي، يعطي هذا الوطن، يعطي لها الوطن، يقدم شيء، عنده تاريخ بهالموضوع، فاهم همومي بهالإطار ولا لا. وفي ناس بيقول لك هذا كله مو مهم عندي. انا احترمه، وانا كل الكلام طبعا بياثر، لا شك انه بياثر بهالموضوع. انا كل اللي بقوله انه اللهجه الكويتيه عزيزه علي. ومن شغلات الحين اساسيات عندي انه شلون اتكلم الكويتي، شلون تزيدين حصيلتك اللغويه الكويتيه. الحصيله اللغويه الكويتيه، لانه شيء مهم. طبعا هيدا بيدعي انه انا يجب ان استثمر اكثر باللهجه. نعم. وبنفس الوقت انا بتمنى وبتامل انه المواطن كمان يستثمر اكثر، انه مو هو المعيار الوحيد بالضبط اللي يرى فيه رولا دشتي. يعني يقدر يعطي لرولا دشتي فرصه اكثر بمعايير مختلفه اخرى ما تكون هو المعيار الوحيد، حتى يكون صادق في تقييمه. اي انا بمشي خطوه وهو ان شاء الله يمشي خطوه بعد نوصل شيء مرتبط ايضا بالجانب اللبناني. هم بعد من الاشياء اللي اظنها اثيرت عليك اللي هي قضيه في صوره طلعت بالانترنت لحضرتك ووحده الزميلات الاعلاميات مع السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله. ايش قصه الصوره هذه؟ للأسف أنه هذه الصورة أسيء استخدامها استخدام سيء. أعتقد يمكن مثل ما أنت انبهرت بالحملة الإعلامية، أنا أعتقد كمان المجتمع الكويتي انبهر بعد ما عرف الحقيقة كيف تضلل بأسلوب لا يعكس البيئة الكويتية، لا يعكس عاداتنا، لا يعكس أصالتنا بهالطريقة بهالأسلوب. هذه الصورة لما شفتها بالإنترنت وما أدري بعد أخ ساجد شفتها تحت الإنترنت، الصورة دكتورة رولا دشتي تذهب إلى السيد حسن نصر الله مشان يعطيها دعم لحملتها الانتخابية. نعم. كأنه الصورة كانت حديثة العهد. أنا تشرفت بلقاء السيد حسن نصر الله، كان في وقتها ضمن وفد شعبي كويتي ذهب إلى لبنان ليهنئ لبنان بتحرير الجنوب. كان هذا عام 2000. نعم. وكان هذا بيمثل من أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر، بطائرة أميرية بمباركة الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، بقيادات نسائية ورجالية بالمجتمع المدني الكويتي بغرفة التجارة وشخصيات العامة بالكويت ونواب افاضل. ورحنا هو المنصف حقيقه يعني اللي شاف الصور ترى ما كان صوره واحده، كان صور فيها فعاليات كثيره معاكم يعني. هذه طبعا ما طلعت بعدين. الكاتب فؤاد الهاشم حصل على هذا وفسر الموضوع. وقت لما كتب فؤاد الهاشم وفسر الموضوع فرجى الصور وحط الموضوع، انا اجاني كثير من الاتصالات اللي كانوا يقولوا يعني اخطأنا بحقك، ظلمناك فيها. قلت لهم اللي صار الخير فيما اختار مثل ما يقولون فيها. بس هيدا وصلك لمرحله كمان انه الى اي بعد الخصم ممكن الخصومه اللي تكون مستعد على الاقل نفسيا انه هيدا ما كان موجود بثقافتنا قبل. تحرف هيك شغلات بهالاطار بحملي وتطلع على أول يوم الانتخابات على الصفحة الأولى بإحدى الجرائد. لم
تأتي بهالإطارات فيها وتتحرف بإطار بوضع كان بلبنان وضع كمان سياسي متأزم، بوضع انتخابي في تخلط الأوراق، لأنه أنت ما قدرت تجيب على رولا دشتي أي شيء، فقمت تضربها بهالاشياء اللي تضرب مختلطه. بأشياء مخترقة بعد، مو أشياء صحيحة.